السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما كده يا رب، ومتهنيين كده ومبسوطين. يلا بقى حط اللايك يا حبايبي للفيديو عشان الفيديو بتاعي يترفع ويبان للناس. هنسمي الله ونشوف السمنة البلد الزبدة الجميلة بتاعتنا ما شاء الله. عملت كمية زبدة حلوة خالص من القشطة، كنت بشيلها في الفريزر وجمعتها كده وعملت منها كمية زبدة حلوة خالص ما شاء الله. وده اللبن اللي طلع منها يا حبايبي، بنعينه لأي معجنات، بنعمل بيها قرص، بنعمل بيها أي حاجة، بنشيله على المش، بنحطه على المش، أي حاجة بتعملها بيه ما بيخسرش ما شاء الله. عملت حوالي 2 كيلو زبدة بسم الله ما شاء الله، يعني بأقل تكاليف، ما تعبتش فيهم ولا اشتريتهم كده مرة واحدة. ده كنت من وش اللبن اشيل حتة القشطة واشيلها في الفريزر. جمعت القشطة دي يا حبايبي وزي ما انتم شايفين كانت في الفريزر مجمدة، فطلعتها فكت وقلت اضربها معاكم. طريقتي سهلة خالص يا حبايبي، من غير تعب ولا مجهود. وممكن تعمليها عادي بالمضرب، بتعمليها تعمليها بايديك بتعمليها، بس انا النهارده هعملها بايديا. زي ما انتم شايفين، شوفوا لسه القشطه بتاعتي طالعه من الفريزر، شوفوا عامله ازاي. هنمسكها كده نلفها بايدينا، وبكل مجهودك يا ام محمد حط ايدك في السمنه ما شاء الله، وهتطلع معاكي في منتهى السهوله، ما هتاخدش معاكي اي وقت. احنا طبعا عندنا ولادي ما باكلوش وش اللبن، بيخلوني اشيله، فكنت بشيله واحوشه في الفريزر ما شاء الله. لما جمع معايا كميه قشطه حلوه خالص زي ما انتم شايفين اهي، وطلعتها قلت هضربها واعملها زبده واوريها لكم وتشوفوا انا بعملها ازاي. والله يا حبايبي سهله جدا، ويعني وحسيت ان انا مليت البيت خير من ما فيش. هنفضل نلف فيها زي ما انتم شايفين بايدينا. طبعا معلش هي ساقعه خالص، انا لسه مطلعاها من الفريزر يا دوبك فكت. هنلف فيها كده يمين وشمال لحد ما تطلع معانا تفصل خالص. زي ما انتم شايفين اهو، هي بدأت كده حبايب قلبي يعني تلم اهي مع بعضها تفصل اهي. اللبن بينزل لوحده والزبدة بتتجمع لوحدها ما شاء الله. يعني الصراحة أنا يعني اتبسطت خالص لما عملت كمية الزبدة دي. طبعا الزبدة غالية خالص، فيعني من ما فيش جمعت 2 كيلو زبدة ما شاء الله. نلف فيها كده زي ما تقولوا قولوا لفوا كده، ما هي يعني برضو والله يا حبايبي ما بتتعب خالص. وانا بحب اعملها بايدي احسن من المضرب بألف مرة. لما بحس بعملها بالمضرب يعني بيتهدر منها سمنة بتروح في اللبن اللي بينزل. لا انا ما بعملها بايدي، هي خلاص اهي هتطلع معانا اهي يا حبايبي بسرعة كده. بحس ان هي بتطلع معانا واللبن بينزل ما فيهوش ولا يعني اي زبدة ولا اي حاجة. لف كده، هنلف كده يا حبايبي زي ما شفتوا كده، هي خلاص هتفصل اهي، بدأت تفصل معانا وهتطلع معانا اهو. اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، شوفوا شكلها عامل ازاي. في ناس بتلمها كده، بس انا طبعا لا، انا بحب انزل اللبن منها، انا مش هلمها كده. اهو شوفوا بدأ اللبن يطلع على ايديا اهو ما شاء الله. ما شاء الله يا حبايبي، ما خدتش حوالي ربع ساعة وانا بعملها، يعني ما فيش اي تعب ولا اي مجهود. ومليت البيت خير ما شاء الله. احنا طبعا في الشتاء واللبن يعني في خير كتير ما شاء الله، احسن من الصيف. فبدل ما الوش يعني في ناس بترميه، لا انا عمري ما رميته طبعا. انا بجيبه وبعينه في الفريزر. كل ما اجيب لبن اشيل الوش ما شاء الله، اللبن دسم، بشيل الوش بتاعه وبعينه في الفريزر لحد ما جمعت معايا كمية قشطة حلوة. ودلوقتي قلت اعملها زبدة واوريكم تشوفوا الطريقة بتاعتي. طبعا سهلة خالص. في ناس يا حبايبي بتعملها بالمضرب، ماشي بالمضرب بتمشي، بس انا بعملها بالطريقة دي على طول بتطلع معايا ما شاء الله. شوفوا اللبن فصل اهو، نزل اللبن اهو من الزبدة يا حبايبي. هنبدأ طبعا نلمها ونكورها كور حلوة كده وهتشوفوها ما شاء الله. هي خلاص طلعت الزبدة معايا اهي، واللبن فصل والفصل من القشطة. خلاص هنلمها واكورها كور حلوة كده هتشوفوها يا حبايبي. والله يعني انا حاسة كده فيديو كده في خير كده، الحمد لله، يا رب يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال. اهو ما شاء الله خلاص كده السمنة اتلمت معايا. هكورها زي ما انتوا شايفين اهو كور صغيرة، واصفيها حلو كده واعصرها واخليها كل اللبن اللي فيها ينزل ما شاء الله.
وزنتهم بقى يا حبايبي، جمعوا معايا 2 كيلو زبدة. من ما فيش من بدل ما تشتريهم مرة واحدة تجمعوا معايا ما شاء الله. يعني جوزي بيقول لي ازاي جبت الزبدة دي من فين، قلت له ده انا كنت بشيل وش اللبن وجمعته كده زبدة ما شاء الله من ما فيش. اهو كورناها هنلمها كلها يا حبايبي من اللبن هتشوفوها دلوقتي، هنصفيها كويس خالص، هتلاقوا اللبن كده ما فيهوش ولا حتة زبدة من اللي قدامكم دي. ما شاء الله، صلوا بينا على النبي يا حبايبي. ولو وصلتوا للفيديو لحد هنا حطوا اللايك كده وشجعوني يلا وادعموني، بجد دعمكم بيفرحني، واهم حاجة حطوا اللايك يا حبايبي. واللي يشوف الفيديو يعني مش هيخسر حاجة لما يحط اللايك ويكتب تعليق حلو كده زيه وتشجعوني كده. وزي ما انتوا شايفين اهي كورت الزبدة معاكم، بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوة. ولا حطيتها في مية ساقعة ولا في اي حاجة، انا كورتها وزي ما انتوا شايفين اهي. هبدأ اشيلها بقى من اللبن ده وهحطها في طبق واشيلها بقى في الفريزر، وبالهنا والشفا يا ام محمد. ويلا يا حبايبي كده شجعوني وادعموني، يا ريت كده اللي يشوف الفيديو بتاعي مش هتخسروا حاجة لما تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ليا في القناة وتشجعوني عشان قناتي دي تكبر، قناتي مش هتكبر غير بيكم. وطبعا اللبن اللي طلع ده هنعينه لأي حاجة، نعمل بيه مش هنعمل بيه قرص، هنعمل بيه أي حاجة ما بترميش يا حبايبي. ما شاء الله شوفوا عامل ازاي، يعني تقيل وحلو. والزبدة طبعا هنكيسها ونشيلها في الفريزر، عايزين بنسيحها. وان شاء الله بوريكم بسيح الزبدة ازاي. ان شاء الله يا حبايب قلبي، فيديوهاتي دي يا رب تعجبكم وتنول اعجابكم. ولو عجبتكم حبايب قلبي شجعوني كده وادعموني. انا شايفه يا حبايبي مفيش تفاعل على القناه، بجد احنا الفيديوهات دي بنتعب فيها. يا ريت كده كل اللي يشوف الفيديو بتاعي ولسه ما اشتركش في القناه ينزل كده يشترك وتحطوا اللايك يا حبايبي، مش هتخسروا حاجه، اللايك يعني مش هتتعبوا لما تحطوا اللايك كده وتفرحوني، بجد دعمكم ده بيكبر خاطري ويفرحني. ويخليني كده بحس ان انا عايزه اكمل معاكم. يعني طولت ما فيش تفاعل بحس ان انا خلاص مش عايزه اكمل. وبعد ما خلصت السمنه بتاعتنا رحت عملت كوبايتين سحلب كده يفتحوا النفس على الاكل. ما شاء الله على الشرب عفوا. في الشتاء ده يدفونا في عز البرد ده. ما شاء الله طبعا انا المكسرات بتاعته دايبه فيه حبايبي. وعملته في لحظه معلقتين سحلب على 3 كوبايات لبن ومعلقتين سكر وقلبتهم كويس. وشربناهم كده في الشتاء دفونا بعد ما عملت الزبدة الجميلة. وبكده يا حبايبي خلصت معاكم الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة